تخيل النادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت انا جاب معايا دكتور بتاع احمال في خلال ال10 ايام اللي فاتوا. النادي الاسماعيلي بيعاني اجهاد غير طبيعي، عندي 6 في الفرقه عندهم ند في الخلفيه. 6 لعيبه من 25 و3 حراس يعني 9، ومحمود متولي العاشر قاعد بره على البنش ادي 10. وكلهم بيعانوا نفس المشكله. النادي الاسماعيلي لعب 84 مباراه من بدايه الدوري لغايه دلوقتي في 3 بطولات. من المسؤول عن دي يا كابتن؟ كابتن؟ ملوش دعوه وهبه، ملوش دعوه. لا انا ما بلومش على اي حد، هي ظروف حكمت الكابتن شوبير. كابتن صبري ادى دور على اكمل وجه هو وجهازه محترمين. كتر خيرهم اشتغلوا في ظروف صعبه. هو بس خلينا ارد برضو بالنيابه عن الغائب انه اقول للاستاذ محمد سيف انه ما كانش في امل ان الدوري يشتغل، فطلب الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي نلعب في البطوله العربيه دي اللي كانت في ايديه، وبعدين ده الحقيقه ان الدوري ما كان في مهب الريح زي ما بيقولوا يعني. طيب خليني اسالك، المشاركه في البطولتين كان قرار صعب بس على اساس ان ما كانش في دوري يعني. طيب خليني يعني الاصابات والاجهاد وامور ما تزعلش منها يا كابتن وهبه، اعتدنا عليها يعني برضه حتى لو كان معايا. اعتدنا عليها بتاع كابتن شوبير. انت عارف الاسماعيلي ناقص منه كام لعيب السنه اللي فاتت؟ اساسي 14 لعيب، فيهم 6 4 بيلعبوا اللاين اب بتاع خط الظهر بالكامل، زائد 2 بيلعبوا في نص الملعب وبيساعدوا تحت. النادي الاسماعيلي ما دعمش فرقته بولا لعيب السنه دي من دوري ممتاز على مستوى عالي، الا اذا جاب جون انتوي ابراهيم حسن، لكن معظم الصفقات من ممتاز به او من الناشئين. فالكميه والنوعيه اللي موجوده كلها في تحضير واحلال وتجديد في الفرقه. فالثقافه بتاعت اللعيبه في المستويات دي والجهد والعقليه والعدد اللي يسمح انك تعمل حتى ريبليس لحد وتعمل روتيشن زي ما بيحصل في اوروبا، ما يحصلش عندك خلل، ده مش موجود خالص. طيب خليني حتى وانا بفكر في ماتش المقاولين حاولت اريح ناس وفعلا واتاثرت شويه واديت ولاد صغيرين ومريحهم النهارده بيلعبوا، ورغم ذلك لسه الحاله البدنيه بتاعتهم صعبه. انا اتكلمت مع الدكتور بدني عامل لي تقرير لو حضرتك تشوفه، فعلا الاولاد دول بيتحملوا على نفسهم لان هم مجاهدين جدا. طب خليني اقول لك نقطتين مهمين برضه. نقطه قلناها قبل المباراه وطرحتها مع ضيوفي الاعزاء، انه توقيت اعلانك انك هتستقيل بعد مباراه الوصله في الكاس كان توقيت غير مناسب، خاصه انه اللعيبه داخله على مباراه مهمه في البطوله الافريقيه. انا ارد على حضرتك بحاجه مختلفه شويه. احنا ممكن يكون انا طريقه، حضرتك عارف ان انا معظم وقتي كنت عايش بره، فتعودت ان انا بالوضوح وانا اتكلمت مع اللعيبه. ده لو انا لا قدر الله كابتن شوبير جيت بعد ماتش زي النهارده كان حصل نتيجه مش كويسه وقلت الكلام ده، كان الناس قالت لك محمد وهبه بيهرب. انا حبيت اتعامل باحترافيه وحبيت اتعامل بوضوح وبشفافيه بغض النظر عن المباراه. انا بفكر انا ممكن اكون طبعا النادي الاسماعيلي فوق راسي وقيمته كبيره جدا وشرف ليا ان انا اكون موجود في الجهاز مش مدير فني بس، لا انا ممكن اكون في الجهاز، ده حاجه كبيره جدا. لكن انا اتعودت احترم نفسي وتعودت اقيم اموري موضوعيه. انا عارف ان عندي مشاكل كتيره جدا، عارف ان الموقف صعب. انا ما جيت مسكت في 5 دقائق، لكن من بعد ماتش الوسطى انا عندي شهر عشان العب ماتشات، فمن حقي ومن حق النادي احنا الاثنين نقيم اوضاعنا. في الشهر ولا حاجه، ده انت هتلعب يوم 29 دوره 29 لغايه يوم 6، عندي على الاقل 3 اسابيع وشويه. فيكفي ان انا يبقى عندي تقييم للنادي، عنده حريه الاختيار، وانا كمان اقدر اقيم الفتره اللي جايه دي يا ترى الاضافات هتحصل، الامور هتستقر. طيب رغم ان انا بكل الدعم من عميد محمد ابو السعود والمهندس خالد بصراحه واقفين في ظهري جامد جدا. هو طيب حريه الاختيار للنادي وليك انت كمان، ولا انت ليا وللنادي؟ لا انت حطيت الاستقاله بين ايدين مجلس اداره وافق عليها، مش هيبقى عندك مشكله، ما وافقش هتستمر ولا انت مصمم على الرحيل؟ لا انا مش كده خالص. انا مش بحترمهم جدا وكتر خيرهم وبيدعموني، لكن انا من حقي ان انا اقعد اقيم الامور مع المجلس ونشوف الفتره اللي جايه الامور هتستقر ازاي. مش لازم يكون اسمي بقى له 20 سنه شغال مدير فني عشان ابقى انا بفكر بطريقه منطقيه. لا انا ممكن اكون فرحان مثلا ان انا اولادي بيأدوا على اكمل وجه، لكن اللي جاي مختلف. اللي جاي عايز ظروف مختلفه تماما. اللي فات كله مرحله واللي جاي مرحله ثانيه. السؤال واضح، انه سيبك ما خلاص انت الدوري انت تأهلت مع الزمالك. هل محمد وهبه المدير الفني الاسماعيلي مستمر مع الفريق في المربع الذهبي اللي هيبدا من 29 يونيو ولا؟ لا انا اخلص يوم 6 الوسطى. ان شاء الله هيكون عندي فتره اجازه. انا الفتره دي هقعد مع العميد محمد ابو السعود والمهندس خالد. المجلس اعلن تمسكه بيك، قصه خلاص اتحسبت. دي حاجه تشرفني، لكن انا في نفس الوقت لازم ابقى واضح مع نفسي وواضح مع الناس. الامور الفتره اللي جايه ماشيه في اتجاه. اما ايه اللي هيجد يا كابتن محمد؟ انت هو ده اللي انا عايز اعرفه. انا عندي مشاكل ما اقدرش اعلن عنها في التلفزيون، دي حاجه تخص النادي واحتراما ليه وقيمته. لكن انا لازم اوضاعي تترتب بطريقه اكتر من كده، على الاقل ابقى انا
شغال ومخي رايق واللعيبه اللي معايا مركزه والامور حواليا مستقره. طب احتمالات بقائك من رحيلك قد ايه يا كابتن؟ 50 ده هيبان بعد مباراه الواسطه باذن الله. هل انت راضي عن اداء لعيبتك النهارده؟ على حد اللي هم عملوه انا راضي جدا، لان انا عارف امكانياتهم وعارف الظروف اللي هم فيها، لدرجه ان انا كنت خايف لا قدر الله حد فيهم يتعور باصابه. ايه اللي فاجئك بيه البنزرت النهارده في الملعب وانت ما كنتش متوقعه؟ ولا حاجه، احنا الحمد لله كنا ماشيين كويس جدا. لو ربنا كرمنا كان في اكتر من فرصه في الشوط الاول بتاعت احمد علي، حتى الشوط الثاني بتاعت عمر جمال الفاول. لو دخل الجول الثاني كان شكل الجيم اختلف تماما كابتن. بس هي ظروف، وانا عارف ان كمان خلي بالك كابتن في حاجه مهمه جدا، احنا بنلاعب تونس هنا، جمهور اللي قاعد فوق صوته اعلى، احنا مالناش حد، هم ليهم ناس فوق اكتر مننا. حابين نلعب في السويس ما عرفناش، قلنا نخرجهم بره القاهره نستفيد شويه، ما عرفناش. يعني مفيش حتى عامل من العوامل اللي ممكن نستفيد بيها ان حد يلعب في مصر وصالحنا. لا خلينا نتفق ان نتيجه المباراه الاولى ثقيله جدا، 3-0 في عالم كره القدم، نتيجه ثقيله. انا مع حضرتك مليون في الميه، والماتش خلصان من هناك. نعم. لكن الولاد انا برضك يعني النتيجه صعبه، والولاد اتغلبوا من ضربات ثابته، لكن هم استفادوا وتجربه مفيده في صار الظروف اللي موجوده في كل الاحوال واقعيه، وانا ما اقدرش اطلب منهم اكتر من كده، وما حملهمش اخطائهم. حتى الولاد الصغيرين اللي غلطوا وانا بعمل محاضره عشان اشرح الاخطاء ما حبيتش. طب ايه مكاسبك النهارده من اللقاء؟ والله انا شايف ان الولاد عملوا بالجهد اللي عندهم بطاقتهم كلها. كان ممكن جدا ان احنا نجيب جول ثاني يفرق في شكل الفرقه. لا يعني مثلا كسبت مثلا محمد شريف بشكل اكبر، كسبت مثلا شريف رجب بشكل اكبر. بالظبط. انا شريف رجب النهارده 3 مباريات بيلعبها والحمد لله بيأدي بطريقه ممتازه جدا. محمد شريف ما شاء الله بيأدي بطريقه ممتازه جدا. انا حاسس ان هم خلي بالك كابتن في حاجات ثانيه كمان، يعني انا بقدر انت عارف حضرتك لما يكون لعيب من عندنا مثلا وجايه له عروض، في اكتر من لعيب عنده عروض، الحاجات دي بتاخد من وفي لعيبه ماضيه بالظبط يا كابتن. في عمر جمال ماضي واحمد خيري ماضي، وسوليه جاي من اسبانيا، محمد علي جاي له عرض بس، وعمرو ورغم ذلك بيأدوا بمنتهى الاحترافيه، وانا بشكرهم وبحترمهم، لانه رغم كل ده واحنا عندنا انت عارف حضرتك في مصر احنا ما عندناش العقليه دي، فغصب عننا بنتاثر، ورغم ذلك هم بيتغلبوا على الحاجات دي كلها وبيأدوا باخلاص. فانا تهيألي ان اللعيبه انا بشكرهم على الاداء، وكنت بتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بجول ثاني يفرق معانا في شكل فرق نضغط اكتر، لكن الحمد لله على كل شيء. كابتن محمد وهبه المدير الفني لنادي الاسماعيلي، اشكرك شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لحضرتك. ارجع لك كابتن اشرف، هو زي يمكن احنا كنا محللين كابتن